هاي انجي. هاي. بس احنا المفروض نكون في كرفان بس عشان مع انجي في ابجريد النهارده. عايز اعرف مين اكتر ناس في الكاست في المسلسل بيعملوا جو في اللوكيشن وبيقولوا زي كده. انا عامة كذا حد قال عليك. بجد؟ يس. والله طب شفت انا عارفه بقى. قبل ما تدخلي على طول المشهد تقعدي تراجعي وتسمعي لنفسك كده ولا عادي اللي ذاكر خلاص؟ لا بص صراحه لا يعني مهما ذاكرت بسمع انا وفاطمه بس ببقى مبسوطه يعني I'm not very nervous. ايه الفرق بين كريمان العسكري وانجي كيوان؟ اوكي مبدئيا كريمان العسكري هي very confrontational، يعني لو شافت حاجه غلط على طول بتقولها، يعني انا كانجي كيوان لا ببقى بفكر فيها قبليها وببقى خايفه ومكسوفه. هي شخصيه كانت عايشه في نيويورك، دي جي، ماركتينج، ف very creative انا I'm not creative بس، والباقي بقى هتشوفوه ان شاء الله في الحلقات. هنتهز الفرصه ان انا قاعد with a professional كنت MC تقدمي كريمان العسكري، يعني عايز انجي كيوان ذا MC تقدم كريمان العسكري، شوف هتقدمها ازاي in front of يا everyone. Oh my god. Ladies and gentlemen اهلا بيكم النهارده ومبسوطين جدا بوجودكم معانا، واحب ارحب the incredible DJ straight from New York كريمان العسكري. ايه الجديد اللي حاسه ان هو في شخصيه كريمان العسكري ما كانش موجود في شخصيه هاديه؟ فرق كبير قوي ما بين كريمان وهاديه. هاديه كانت متصنعه، هاديه كانت متنمره، هاديه كانت انانيه لحد ما. كريمان لا هي شخصيه هي سابت نيويورك عشان تيجي تبقى جنب اختها وتساعدها وتخلي بالها منها، اختها الكبيره بس كانت محتاجاها، وبتحاول دايما ان هي تساعد اللي حواليها، مش عايزه دراما، مش عايزه مشاكل، she solves conflict. مختلفين كليا يعني، هي مختلفه عن اي دور عملته قبل كده. عايزك تكلميني اكتر على اعمالك الثانيه في رمضان ده. بعمل دور تاني في سيد الناس، هي اسمها راجيا، بتشتغل في المافيا يعني عصابه بس كده. اوبا في كاركترز مختلفه. ايه الحاجه اللي انجي بتبقى شايفه ان هي ممكن تحب حد عشانها؟ الحنان والطيبه والكلام الحلو. ودو يو بيليف الحب من اول نظره؟ ممكن يكون في حب من اول نظره، بس ده مش الحب اللي هيكمل. في انرجي، يبقى الواحد حاسس بانرجي لايقه عليه او انرجي ايجابيه معينه ان هو they click together، واللي يحصل بعد كده هو اللي هيخلي العلاقه دي تكمل او لا. بس هو الحب من اول نظره اكيد حاجه حلوه، بس ان انت تفكر فيها او تتامن بيها يعني. بتشوفي التوكسيسيتي في العلاقات؟ do you believe in second chances وكده، ولا حاسه ان انت من شخصيتك كانجي لا you don't give any second chance؟ لا اكيد الحياه كلها it's all about second chances. I think اهم حاجه في اي علاقه الكوميونيكيشن، لازم الواحد يتكلم هو عايز ايه واكسبكتنج ايه من الشخص التاني، ولو اللي هو عايزه ما حصلش ماشي يبقى خلاص، بس لازم لا it's all about الحياه كلها second chances. كنت عارفه انك كنت عايزه تمثلي اول لما بداتي تمسي وتبتدي تطلعي قدام جمهور وتتكلمي وكده؟ صراحه يعني انا كان نفسي وانا صغيره ان انا امثل، بس عمري ما تخيلت ان انا هتجيلي الفرصه دي، لان انا كنت عايشه في الامارات وفي وسط مختلف كليا، ما كنتش عارفه اي حد بيمثل، بس انا كان نفسي يبقى عندي صوت ان انا اقدر اتكلم او اوصل رساله، اتكلم عن التنمر، او كنت بشتغل مع يونيسف يونايتد نيشنز وكل الكلام ده. فلما جات لي الفرصه طبعا كانت اول حد ساعدني كانت سالي والي as productions، وهي لما عرفت ان انا كان نفسي امثل ادتني الفرصه دي. مختلف جدا الامثيل عن التمثيل، حاجه مختلفه كليا، هي بس الحاجه الكومن ان انت you put yourself out there بتتكلم قدام الناس، بس انا actually النهارده لسه بقول لهم ان انا ببقى خايفه اكتر وانا على المسرح اكتر من قدام الكاميرا بكتير، يعني وانت واقف اون ستيج ان انت اول حاجه لايف وانت بجد center of attention، وانت لما يكون MC you're the master of ceremony، فاي حاجه تحصل غلط في الايفنت سواء technical issues سواء مش عارفه ايه، انت you have to be مسؤول عن كل حاجه. في التمثيل اجان انت يعني عارف دورك وانت مركز مع نفسك، وفي اعادات طبعا معاك كاست بالظبط، بتبقى حاجه يعني بتحس بجد وخلاص بتزون اوت، وانت اصلا ما بقتش انجي انيمور، انت بقيت شخص تاني. طيب احنا معانا دلوقتي اسئله الجمهور. انجي كيوان في كل مرحله من حياتها كانت بتعمل حاجات مختلفه تماما. البنك كنت بتشتغلي في بنك، بعد كده الفاشن موديلينج، بعد كده امسينج، بعد كده تمثيل. كان عندي محل اسمه ربابيكيا كمان. اوكي لو هتزودي حاجه للكارير بقى ليست جديده هتزودي ايه؟ I want to have a product، عايزه entrepreneur بس حاجه تانية ان شاء الله. Did you enjoy the journey? You know it's been tough
بس I have to yes I think I do enjoy the journey. وحاسه مين اكتر ناس اللي خلوكي مكمله في الاوقات الصعبه؟ عيلتي واصحابي، جوزي اللي دايما بقول كمان سبيشال دلوقتي وانا بصور في رمضان انا هنا من شهر 12، يعني صعبه على اي راجل I think مش I think اكيد، وصعبه على الولاد، ف محسسني ان انا اتس اوكي، وبيقولوا لي لا تشدي نفسك واحنا كويسين. بابايا اللي هنا في مصر بيجي يخلي باله مني، واصحابي المسجز بيبعتها لي they're so proud of me. فالحمد لله I have a good support system. ولا my management طبعا اللي بزهقهم في عيشتهم بكلمهم بعيط انا عايزه ارجع لاولادي. دلوقتي بقى لو قلبنا الادوار وانت المذيعه هتسالي يا لهوي ليه اخترت انجي كيوان مع انترفيو؟ عشان عامله دور كريمان العسكري عبقري. اول مره اشوف دور دي جي بنت بجد؟ فقلت هتبقى حلقه مختلفه. انا عندي المشهد بقوله لك بعدين لما نخلص. لو اخدنا الكرفان ده ورحنا لنص الصحراء وهتختاري حد واحد يكون معاكي وتاخدي معاكي حاجه واحده بس، مين هو هيكون الشخص وايه هي هتكون الحاجه؟ اوكي اخد ولادي الاثنين. الحاجه اللي اخدها معايا بورد جيم العب معاهم. لو حياتك كانت رانوي شو كانت هتبقى الاغنيه ايه؟ Started from the bottom now we're here.